ليه جسمك مش بيكبر؟ الفرق ما بين الهارد جينر والشخص العادي وازاي تتعامل معاه. كمل الفيديو لغايه الاخر عشان تعرف ازاي تتعامل مع نوعيه الجسم الهارد جينر. اول نقطه الفرق ما بين الهارد جينر والشخص العادي. الهارد جينر رقم واحد الحرق عنده عالي جدا، رقم اتنين جسمه دايما ناشف، رقم ثلاثة بيكتسب الوزن اذا كان عضلات او وزن عموما ككتله بصعوبه جدا. الشخص العادي حرقه متوسط، يقدر يزيد من وزنه بسهوله ويقدر يخس ده برضه بسهوله. جسمه متوسط، ولا اللي هو معبي فات قوي ولا اللي هو ناشف قوي. تاني نقطة ازاي تتعامل مع جسمك لو انت جسمك هارد جينر. اول نقطة تحاول تدخل زيادة عن احتياجك اليومي من السعرات ما بين 500 الى 1000 سعرة حرارية. يعني انت لو شخص متوسط احتياجك اليومي 3000 سعرة، تبدأ تدخل 3000 ونص او 4000 سعرة حرارية. تمام، دي اول نقطة. تاني نقطة تبدأ تقلل المجهود اللي بتعمله على مدار اليوم اذا كان بقصد او بدون قصد. يعني لو انت شخص يومك بتتحرك كتير، بتنزل كتير، بتمشي كتير، حاول تبدأ تقلل من مجهودك لان ده بيحرق من مخزون السعرات اللي موجود عندك. ثالث حاجة تبدأ تركز على التمارين بأوزان تقيلة وعدات قليلة. يعني بلاش تلعب تمارين فيها بتعلي من ضربات قلبك جامد او فيها ضخ دم، مش هيعود عليك بفايده، بالذات لو انت شخص هارد جينر. فبلاش تستخدم الاسلوب ده، حاول تستخدم الاسلوب اللي يزودك اكبر كتله عضليه بقدر الامكان، ان انت تبدا تلعب باوزان تقيله عدات قليله. يبقى نراجع كده على السريع، هم 3 حاجات: تبدا تدخل زياده عن احتياجك من السعرات، تبدا تقلل مجهودك على مدار اليوم، تتمرن بالتمرين اسلوب التمرين المناسب ان هو يزودك كشخص هارد جينر. ثالث حاجه لو انت شخص بقى عادي مش هارد جينر، هتبدا بقى تتعامل مع جسمك ازاي؟ هتبدا تحسب سعراتك الحراريه وتبدا توازن ما بينها، ولا ان انت تضخم ولا ان انت تنشف. تبدا تدخل ثبات من سعراتك وتبدا تعلي في البروتين وتبدا تزود من شده تمرينك، وخليك ثابت على نظام غذائي متزن ومتوازن، ما تقعدش تغير فيه كل شويه. ده لو انت شخص متوسط. وما تنساش الموضوع كله مش ان انت ضعيف او ان انت اقل من حواليك، الموضوع ان دي انواع جسم وخامات جسم، فانت لازم تعرف خامه جسمك ايه وتقدر تتعامل معاها بشكل كويس. بس ودي كانت حلقه النهارده، وما تنسوش تدوسوا على زرار اللايك وتشتركوا في القناه، وللبرامج المخصصه سايب لك رقم تحت، ابعت لي كلمه تدريب، هبعت لك التفاصيل كلها. وبس سهل على نفسك كل ده، سيب لي انا نفسك، انا اللي هصمم لك النظام الغذائي واصمم لك نظام التمرين واكتب لك كل حاجه بالتفصيل كتمرين، وابعت لك فيديوهات ليا وانا بتمرن النظام كاني واقف معاك بالظبط في الجيم. ويلا ابعت لي كلمه تدريب دلوقتي هتوصل لك كل التفاصيل والتحولات زي ما انت شايف قدامك اهي. بس كان معاكم بيج محمد صاحب ال 18 سنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.